نصيحه لوجه الله برضو عشان نقفل الحته دي. حاول انك انت ما تسيبش ارباحك على المنصه اكتر من 15 يوم. دي رقم 1. تمام. رقم 2، ارباحك الاول سدد بيها راس مالك، رجع بيها راس مالك، وتبقى شغال بعد كده بارباحك. لا قدر الله حصل اي دروب، انت خسرت، المنصه طلعت بنت 60 مش عارف ايه، يبقى انت فلوسك رجعت وانت شغال بارباحك. ليه ما بسيبش فوق ال 15 يوم؟ في بعض الشركات بتلعب لعبات مش حلوه وتقفل. فاكر الامر؟ احنا فوجئنا شغالين في مره بس شركه تانية، وعشان كده احنا غيرنا الشركه دي ودخلنا في الشركه التانية. الشركه لقيناها قسمت الاوامر وراحت مقفله الاوامر لوحديها. فعشان كده ما حدش يسيب. وعلى فكره برضو عشان ما حدش يرجع يقول ما قلتلناش، كل الشركات ما بتهدف لشيء واحد، انها تخسرك. خسارتك مكسبها. ايوه، ما فيش شركه منزله من السماء او نبي، عشان بس يبقى كلامنا واضح. بس نفس النظام. تمام. طيب دكتور صغير كده. اتفضل يا ايوه. ال 150 اللي فوق خالص يعني حددناها بناء على انها نص 300 ولا بناء على 150 نقطه؟ لا، ال 150 ده الدخل اللي انت بتتمناه اخر الشهر. انا حددته بناء على ايه؟ انت قلت انا عاوز 5000 جنيه في الشهر. يعني انا اللي بحدده. انت اللي بتحدده مش احنا حسبنا ال 150 بس ما حدش يجي يقول لي مثلا انا عاوز 20000 جنيه من 300 $. ما برضه لازم ابقى منطقي. ايوه تمام. هي ممكن تحصل. ايوه وبنعملها بس يعني الطبيعي من الشغل اللي اشتغلناه، وعمر اشتغل وكريم كريم لسه ما حققهاش، عمر حققها مرتين، انك بتدبلر كل 15 يوم. صح؟ بتدبلر المبلغ اللي معاك كل 15 يوم. يعني دخلت ب 1000 تبقى 2000 بعد 15 يوم، دخلت ب 100 تبقى 200 بعد 15 يوم. ده اللي بيشتغل شغل طبيعي. بس انا دايما بقول لا، عشان ما اطمعش لازم احكم نفسي، لازم تحكم نفسك في الشغلانه دي. تمام. بس يعني ما تفرحش ان حد يقول لك خد يا عم امر 20%. انا كان بابا عمر ده كل يوم نتخانق مع بعض، هو عاوز ياخد اوامر ب 20 و5 وانا اقول له اوامر ب5، مع ان محفظته كانت بسم الله ما شاء الله بعد $10,000. بس لازم تقفل على نفسك وتقفل، لازم، ملهاش حل. بس فاهم ازاي؟ فهي دي الفكره ان احكم مشاعرك واحكم درجه الطمع اللي عندك، لان اي انسان في الدنيا المكسب بالنسبه له ده بيزغلل العينين على طول.